الامكانيات المائيه، الميه بس، انا بنادي بده صدقيني. ميه وكهرباء اكتر من عايز اقول لك حاجه، ممكن تتخيلي هيجيبوا مولد كهربائي، مولد كهربائي صغير جدا وهيشتغلوا بيه. تمام. لكن انا عايز اطالب الحكومه الان اذا كانت جاده في تعمير سيناء، وسيبنا بقى من موضوع اللجان والمتابعه والميدانيه. خلاص انتوا راضيين. انا عايز اتكلم عن حاجه واحده، انا عايز وزير جد وشهم وحاسم ينزل سيناء يوزع على كل مواطن 20 فدان. عايزه ايا كان، ما بحددش 20 فدان، انا مش جهه اختصاص، انا بدي مثال، بس عدد من الافدنه يسمح لي بالاستقرار. عايزه يشوف النتيجه هتبقى ايه. اتحدى ان مكان اكتر من نص مليون مصري على الاقل هيلجأوا الى سيناء وهيستلموا، لان في ناس في مصر كتير جاده في انها تبحث عن وسيله رزق، وسيله عمل، وسيله تعايش. اذا احنا لو عملنا ده واتخذنا القرار الصائب الصريح ده، اقوى تامين لسياده مصر على ارضها سيناء. دي حاجه. الحاجه الثانيه، خليني افكر في المستثمرين اللي عمالين يروحوا كلهم على البحر الاحمر وعلى شرم الشيخ بس، وسايبين سيناء كناحيه استغلال صناعي، استغلال تعدين. ده احنا عندنا مناجم. هم بعض المستثمرين قالوا انه اهل سيناء بيطردوهم باعتبارهم غرباء، وبالتالي ما على فكره الكلام ده، انا بزور سيناء كتير وليا امانات في الحزب في الشمال وفي الجنوب. الكلام ده غير، يعني الحوادث الفرديه بتحصل في وسط القاهره، صحيح. بتحصل في وسط اسكندريه. بلاش اخد الحوادث الفرديه واعممها واقول ان مصر بلد لا تنعم بالامن في سيناء. اقول لك بصراحه، مصر انا كنت في سيناء الاسبوع اللي فات، كنت في العريش في عز ما قالوا الاحداث والناس. انا عايز اقول لك البلد امنه والناس شعره بامان. دايما اللي يظهر ليك على وسائل الاعلام الحدث الشاذ الفريد اللي هو حادث، فالحادث بيعلق في ذهن الناس. لكن العريش امنه، رفح امنه، رفح اللي على الحدود الاسرائيليه اللي على حدود الصهاينه امنه. بلاد كتير جدا ممكن المصريين يعيشوا فيها امنه. اقول لك حاجه كمان، البيوت رخيصه، الايجارات رخيصه، العيشه رخيصه. ده كده يعني حضرتك بتشجع كل الناس انها تروح هناك. طبعا انا بصراحه انا صعبان عليا ان مصر تستمر كده 30 سنه بدون تعمير سيناء. واحنا قدامنا كنز، بنروح نبقى في صحراء السعوديه ياخدوا 700 ريال و800 ريال. اقسم بالله المصري يقدر يطلع افضل منهم مرتين وثلاثه من بلده، من تراب سيناء النقي الطاهر. انا عايزه اسال استاذ حسن عن فكره الجسر البري اللي بين مصر والسعوديه، هل يمكن ان يساهم في تنميه سيناء على ذكر السعوديه؟ طبعا طبعا هيساهم في تنميه سيناء وهيساهم في تنميه مصر وربط البلاد العربيه كلها مع بعض، ونشيل الحواجز اللي موجوده ما بين العرب، وبحيث نبقى بعد كده ينمو. والفكره بتاعت السوق العربيه المشتركه من المحافظات، او على الاقل من محافظتي شمال وجنوب سيناء، اللي هم ليهم راي وليهم تاثير قوي على المجتمع، راي حضرتك فيها ايه وتتم ازاي؟ هيفيد طبعا مجلس الحكماء، لان شمال سيناء له وضع، العريش لها وضع مختلف عن جنوب سيناء بالنسبه لشرم الشيخ والمناطق الاخرى دي، بالنسبه للسياحه وبالنسبه للقرى اللي اتعملت والتواجد السياحي والامني. فلازم يبقى في قوه بتجمع ما بين هنا وهنا ويوصلوا لاراء مشتركه. يعني الحزب فكر ان هو يروح سيناء او يروح حلايب وشلاتين او يروح يعني سيوه والفرافره والخارجه وكمان السلوم. هل الحزب فعلا ابتدى؟ طبعا والسلوم بالنسبه لامتدادنا، عشان احنا حزب المركز الرئيسي في اسكندريه، دي كانت قاعده بجدنا وسيوه. وسيوه وطلعنا هناك على زراعات الزيتون اللي نجحت جدا في سيوه، لان عايزين نزرع الحاجات اللي تتلائم مع المناخ بتاعنا والتربه بتاعتنا. فشفنا زرنا سيوه وشفنا هناك الزيتون اللي هيطلع في المواسم اللي جايه. ففعلا طعم الزيتون عندنا كان مر وكده، لا احنا زراعه زيتون قريبه جدا من اللي بتيجي يعني من الخارج. يعني ممكن تكرارها في شمال وجنوب سيناء في شمال انها نفس المناخ طبعا، وتنجح كتير جدا زي الزيتون الفلسطيني وكده، ما هو ناجح. طب هل احنا الاحداث اللي حصلت في طابة ونويبع، كيف لنا وقدامنا اقل من 5 دقائق، كيف لنا ان نقمع ونقول للعالم كله انهم ليسوا مصريين من قاموا بهذه الاعمال، وانه تم الافتراء على اهل سيناء فيها؟ ايه الاسس والاليات اللي تخليني اقول للناس لا مش احنا؟ الاندماج البدوي زي ما يحصل مع المصريين، دي هتأكد كتير جدا ان احنا مصريين شعب واحد عمره ما بيفكر في الحاجات دي. لكن طبعا بتيجي قوة من الخارج من هنا او من يعني كتير جدا بتحاول ان هي توقع ما بين المصريين بينهم وبين بعض. دي حاجة خارجة عن المصريين يعني اكيد.
اكيد انها خارجه عن المصري وعن البدو، ان هم يعني الواحد عايش معاهم وزار سينا وكده، مفيش عندهم اي حاجات من دي بالنسبه لمصر. لكن دي عناصر خارجيه بتبقى لها دوافع زي ما اتظبطت في ايام الثوره اللي كانوا موجودين. يعني مين اللي هرب الخليات بتاعت حماس والحاجات دي من السجون؟ يعني هربوا ازاي؟ اللي هم عارفين ان هم في السجون فين ودخلوا وكسروا السجون. نعم. فطبعا عناصر دسيسه بتحاول توقع في مصر، وبتحاول ان هي وتقوض تخرب، أمنها. لان طبعا في ناس عايزه ان غزه تمتد لشمال سيناء وياخدوا حته، وده مخطط اسرائيلي. لا، هي ساعتها مش هتمتد، هي غزة هتتقلص وتضم إلى الأراضي الإسرائيلية، ويبقى سيناء وده كان مقترح يمكن كمان مقترح صهيوني. مقترح صهيوني. يعني اتفضل. يعني في حضرتك في دقيقتين. مشكلة عندنا، مشكلة تتلخص في موضوع الأمن المصري على أرض سيناء اللي أنا اتكلمت فيها من نعم. شوية. هذه المشكلة هي اللي أثارت إسرائيل وخلتها افتعلت الاعتداء البشع الوحشي الذي لا يتناسب إلا مع شخصياتهم وأخلاقياتهم. إمتى اعتدوا على جنودنا المصريين؟ لما لقوا إن مصر بدأت تمشط سيناء أمنيا وبدأت تطارد بعض العناصر الخارجة. كل مجتمع فيه عناصر خارجة عن القانون. صحيح. لما إسرائيل لقت كده تدخلت بالفعل عشان تفسد قيام القوات المصرية بتطهير أرض سيناء من أي عناصر إجرامية، سواء بقى بتعمل في مجال المخدرات، سواء بتعمل في مجال تهريب السلاح، سواء بتعمل في مجال تهريب المهاجرين، بتجيب ناس من بلاد أفريقية وتخليهم يروحوا الناحية الثانية، خاصة من أريتريا. تخيلي إسرائيل ما أغفلش لها جفن ولم تنام إلا لما افتعلت هذه المشكلة عشان مصر تبطل. وكان عجبني جدا بيان المجلس العسكري، وعجبني جدا بيان مجلس الوزراء، رغم ان كان في البدايه كان موقفهم ما كانش محمسنا ومش مفرحنا، لما قالوا ده شأن داخلي وسنستمر في مطاردة العناصر الإجرامية، وسنستمر في فرض سيادة الأمن المصري، وإن ده شأن داخلي ولا دخل للمروحات الإسرائيلية في إنها تحاول تضرب عشوائي في بعض الجنود المربوطين على. هي اخترقت معاهدة السلام أكتر من مرة. ده خرق يعني واعتبروه خرق على فكرة. البيان اللي صدر عن مجلس الوزراء صرح بكل صراحة ووضوح ان ده خرق. طالما خرق تعالوا بقى نتحاسب. هذه الاتفاقية انا مش ملزمة ان انا التزم بمعاهدة السلام. بالظبط. تعالوا نتحاسب بقى، انتوا خرقتوا الاتفاقية اللي احنا اصلا كشعب مصر مش راضيين عليها. الدليل هو احمد الشحات اللي نزل علامكم، وده مش لوحده، ده مع ملايين المصريين. اذا هي دي الاراده المصريه، ولازم تقبلوا بالاراده المصريه. الاراده المصريه مش عايزه اسرائيل اصلا لها سفاره. هو الحقيقه ده اللي مخوفهم، يعني هي الاراده المصريه التي يعني حينما تقوم على هدف واحد وتقوم بتحقيقه، والاراده المصريه في هذا التحقيق. والاراده المصريه اللي هتفرض الامن المصري في ارض سيناء، والاراده المصريه اللي هتستعيد السياده مفتقده. سياده مصر على ارض سيناء للاسف الشديد طوال الثلاثه عقود الماضيه مفتقده على ارض سيناء. تعالوا بقى نطهر بلدنا ونحررها بجد. تعالوا نستفيد من دماء شهدائنا في 73، وتعالوا نستفيد من دماء شهدائنا في 25 يناير، ونستفيد من دماء شهدائنا في اغسطس الماضي. للاسف يوم الواقعه المخزيه امام العالم، اللي المجتمع الدولي ما زال منكسر امام اسرائيل وكأن اسرائيل تحكم العالم. لابد ان نستعيد سيطرتنا وسيرتنا بقوه، لابد ان نعدل اتفاقيه السلام حتى يكون هناك تنميه شامله حقيقيه لسيناء. لن تتحقق هذه التنميه الا بالامن والسياده على ارض سيناء. 30 ثانيه سياده المستشار احمد، يعني كيف نشجع القطاع الخاص على المساهمه في تنميه سيناء، ولن تكون تنميه محدوده لكنها تنميه واسعه وطويله الامد. 30 ثانيه و30 ثانيه. دعينا نعطي الفرصه لصغار المستثمرين. احنا جربنا بقى المارد الكبير، لما بيجي راس المال الكبير بيخش على منطقه بيعمل فيها ايه؟ بيكنس كل حاجه لنفسه ويشغل الناس كلها عنده. للاسف كله بيدور حول شخص واحد. تعالوا نجرب صغار المستثمرين، تعالوا نجرب مزارع صغيره لبعض الناس اللي يتالفوا مع بعض. الجمعيات الزراعيه، الجمعيات الزراعيه خير استثمار في سيناء، نجحت بالفعل في عده مناطق. بس لما التعسف بس بلاش داعي للقروض بتاعه البنوك. لا يعني يبقى فيها فترات سماح. احنا مش فاتحين موضوع القروض، وان كان ليس هناك ما يمنع ان انا لما اجيب شاب خريج، ما حقه على الدوله ان ياخد قرض. انا عايز اقول لك كمان ده انا عايزه قرض مش قرض حسن، ده انا عايز منها. انا بفكر ان انا اوفر للشاب اللي هيروح سيناء ويعمر في بلده ويحفظ الامن فيها ويستثمر، انا عايز اديله منها. عايز اديله حاجه هي بدل حافز، مش شرط يكون قرض كبير، ممكن اديله 5000 جنيه، ده منحه لا ترد من الدوله بس مشروطه.
بانك انت تستصلح الارض تكون دي، جاد. بانك انت 20 فدان او 30 فدان في ارض سيناء هيبقوا مسؤوليتك ومسؤوليه كل مواطن زيك هياخد نفس الرخصه ونفس الميزه. عشان كده صغار المستثمرين أستاذ اهم حسن. من كبار المستثمرين، وان كان الكل بالنسبه لنا سواء، لازم نعترف ان احنا لازم نغير سياستنا في التعامل مع المواطن البسيط ونديله الاولويه. نعم استاذ حسن. بالنسبة للنقطة دي مهمة جدا، لأن الاستثمار اللي تم في سيناء وفي مصر كلها على الساحل الشمالي حتى خطأ جدا، اللي هو القرى السياحية اللي بتتعمل ويتملك مساحة على البحر مقفولة على أهل القرية دي، بتتقفل طول السنة وما بتتفتحش إلا شهر واحد في السنة. هي عملت عزل بين المواطن المصري بالظبط. احنا الشواطئ دي ملك وأخيه. للجميع. الشاطئ ده وزي ما عندنا في اسكندريه، من اول اسكندريه لغايه مرسى مطروح بقت كلها ممنوع اي واحد مصري يخش الا اللي ساكن في القريه، نعم. وبيتعامل زيها في شرم الشيخ وكده. لا، الشاطئ ده ملك للجميع، يتعمل منتجع سياحي بعيد عن البحر بمسافه، ويبقى له مكان مخصص على البحر، وانا عايز انزل البحر في الحته دي انزل جنبيها. انا استثمر ازاي بقى داخل فيتعمل الأراضي منتجع دي؟ سياحي. يعني احنا لما خدنا الاراضي دي من الاسرائيليين كلها كانت معموله بيوت شباب بعيده عن البحر، وفيها حمامات وفيها اماكن. انا واحد كمصري اروح هناك انزل ب 20 جنيه او ب 30 جنيه اخد اوضه ليا لوحدي وانزل فيها، او مع مجموعه من الشباب، مجموعه من الرجال، وبيوت شباب للسيدات. مش لازم الفخامه، مش لازم يعني. الفخامه دي كلها، وليا مكان على البحر مش مخصوص. مطلوب، لانه حتى السياحه الاجنبيه ما مش بتطلبش هتيجي. هذه انا كواحد الفخامة. مصري اقدر اروح عشان ادفع هناك اليوم ب 1000 جنيه او كده، طب انا أكتر يا خلاص. فندم. لا اكتر من 1000 جنيه. واكتر من 1000 جنيه طب يعني. انما لو اتعمل بيوت شباب زي ما كانت موجوده زمان ولها حمامات ولها خصوصيه ولها بسيطه جدا في المعيشه بتاعتها، وفي تعملها نجمتين حلو. نجمتين حلو جدا، هتخلي كل شعب يروح هناك. نعم. وخصوصا لو اتعملت سكه الحديد لو كده هتبقى اتربطت بمصر ان شاء الله. طبعا انا بشكركم جدا، بتوجه لحضراتكم بالشكر، ومشاهدينا الكرام كل ما نرجوه أن يخرج هذا الكيان الخاص بتنمية سيناء. صحيح المستشار أحمد فضالي وحزب السلام رافض أنه يبقى فيه كيان، لكن احنا عايزين كيان مش تابع لوزارة وليس لجنة أو هيئة، ولكن كيان بيضم أبناء الشعب المواطن المصري الذي يعيش على أرض سيناء، بلجنة من الحكماء من شمال وجنوب سيناء بتضم أو بيضمها هذا الكيان. مش شعارات، احنا مش عايزين شعارات، شبعنا شعارات. عايزين حاجة ملموسة على أرض الواقع بينتج عنها تحويل سيناء بعد سنوات قليلة إلى إضافة أمنية واقتصادية وزراعية وصناعية إلى مجتمع بعد الثورة. مشاهدينا الكرام، بتوجه بالشكر لضيفي في هذه الحلقة من المجتمع والأحزاب، المستشار أحمد فضالي رئيس حزب السلام الديمقراطي، والأستاذ حسن ترك رئيس حزب الاتحادي الديمقراطي. شكرا جزيلا تشريفكم وحضوركم معنا. شكرا جزيلا. مشاهدينا الكرام، نحن دائما على وعد بلقاء جديد في الأسبوع القادم بإذن الله. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.